بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الجديد. جعلها سنة حلوة عليكم يا رب. هنعمل بقى حاجة حلوة. ده ان شاء الله الشربات بتاع الجلاش. هنعمل جلاش بالكنافة بأمر الله. ايه ده ميه؟ ده كوباية ونص شربات. مية وكوباية ونص شربات وعصرة ليمونة، ولو عندك عسل جلوكوز اعملي. و10 دقايق بالظبط هتحطيه على النار وتحشيه. هو ده الجلوكوز بيجيب الشربات اهو خلاص، بيدي لمعه وما يخليش بتاع ده يسكر. بكل سهولة وبكل بساطة. اللي بقى مش قادرة تعمل حاجة، اعملي حاجة حلوة لولادك، تعمليها في رمضان ان شاء الله برضه تبقى جميلة جدا. تعمليها بقى بمناسبة كده حاجة حلوة للولاد بمناسبة السنة الجديدة ان شاء الله. اللي مش قادر يجيب تورت والكلام ده كله، بس عشان الناس فيه يعني الظروف كده، تعملي حاجة بسيطة كده هتكلفك 20 جنيه، يعني حاجة حلوة. طبعا ده الجلاش لازم يكون يا جماعة، انا لسه جايباه طازة من عند اللي هم الجماعة بتاع الكنافة دول، انتوا عارفينهم، اللي هو بنص كيلو نص كيلو. انا معايا نص كيلو. طبعا انا اعمله كده والفه كده بالفوطه بتاعته المخصصه كده، وهتدينيه ورقه ورقه. بص، لازم الدهن بتاع السمنه ان شاء الله يكون السمنه خفيفه، عشان طبعا يبقى مرق معاكي. طبعا هتغطيه عشان خاطر ما ينشفش. عارفين الجلاش بيه؟ انا حطيت 3 ورقات، كان جميل جدا بسم الله ما شاء الله بجد. انا اول مره انا عملت الرول قبل كده، اللي هو محشي فول سوداني، يعني محشي مكسرات، لكن ده بقى محشي كنافه بالمكسرات. الله اكبر بجد. بوريكم زبيب. لا الله مش صلى على سيدنا محمد، لا مش زبيب. فول. لا معايا فول سوداني، ومعايا جوز هند، ومعايا معلقتين سكر بس عليهم. وتحطي الكنافة كده. طبعا الكنافة بقى يعني مش في الفريزر، كل حاجة جايباها طازة، فهتقطعيها بس كده، مش هتفركيها ولا حاجة. وهتحطي كده الكنافة، وهتحطي عليها ايه المكسرات اللي عندك. لو عايزة تعمليه برضو من غير مكسرات، ده حاجة ترجع لك انت. وهتلفي رول كده، هما 3 ورقات. خلي بالكم الحتة الأخرانية أنا ما حطيتش فيها كنافة، يعني الحتة الأخرانية هتشوفها معايا، أنا هعمل معاك واحدة تاني. وتكون السكينة حامية معاك عشان متعبكيش. وهتقطعيه كده على طبعا لا إله إلا الله، عشان خاطر المفرش متقطعش معاكي. على البلانش هتقطعيه كده وهتحطيه. انا غيرت الصينيه على فكره، لان الصينيه كانت صغيره. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعلها سنه خير على كل يا رب. اللي محققش حاجه السنه اللي فاتت يحققها في السنه الجديده يا رب. لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شكرا لكل حبايبي، كل اللي بيدخل عندي وكل اللي بيجيني كده. الف شكر ومليون شكر ليكم كلكم على راسي، احلى ناس واحلى اخوات واحلى متابعين. كده هتديني ورقة ورقة عشان يبقى مورق معاكي. ده ضروري. مش هينفع تحطي الورقتين او التلاتة على بعض، لا، لازم تديني ورقة ورقة عشان يبقى مورق معاكي. 3 ورقات. انا حطيت 3، هما حلوين 3 خالص عشان ما يبقاش يعني تخين معاكي. وتدينيها كلها كده من اولها لاخرها. انا حبيت بس اعمل معاكم يعني ورقتين كده مرتين عشان نشوف. وانا بحط الكنافة اهو، مش بخليها للاخر، مش بحط الكنافه للاخر يا جماعه. في حته اللي هي الاخرانيه زي ما انتم شايفين، مش بحط فيها كنافه عشان خاطر يتلف معاك يبقى كويس ما يتعبكيش. مش هينفع تحط الكنافه للاخر لاخر الورقه، لا، تلتينها كده، تلتين الرول، تحطي فيه الكنافه والمكسرات اللي انت عايزاها. اه بصوا، مش هقول لكم عليها، بقول لك دي فاضيه بس. وهتسوي كده يا حبيبتي وتقطعي. بجد انا اول مره اعمله الكنافه، الجلاش بالكنافه كان تحفه. وعندك ضيوف بقى ان شاء الله في رمضان، كل سنه وانتم طيبين، جاي عليكم رمضان، تعملي الحاجه الحلوه الجميله دي وتقدميه، والله العظيم يفتكروه جاهز، لانه زي الجاهز بالظبط. بعد ما يخلص يبقى بصوا. طبعا انا لقيت الصينيه تبقى صغيره عليه، فانا غيرت الصينيه، هتشوفوها معايا. حطيتها في الصاج.
وده الشربات بوريك اهو بعد 10 دقايق بالظبط تحطي كده. انا كنت طبعا بصور بايد واحده فمش عارفه اتعامل، بقولك تمسكي كده الشربات على المعلقه تعرفي ان هو ايه. ما شاء الله كده خلاص. وده سمنه بقى بعد ما تخلصي، ان انا ما حطيتش في الكنافه سمنه، انا حطيت في الجلاش بس. بعد ما تعمل الرول وتقطعيه هتمسكي كده السمنه وتحطيه وتحطي سمنه عليه كله زي ما انا بعمل كده على كل واحده كده. انتوا عارفين الكنافه والجلاش بيحبوا السمنه، هو بصراحه بياخد سمنه يعني، بس ده بعد حاجه حلوه ناكلها في البيت يعني. لو هتروحي تشتري الحاجه دي من بره تشتريها بكام؟ وغير ان انت عامله الحاجه في البيت حاجه نظيفه حاجه ببيتك. اهو غيرت الصاج طبعا عشان خاطر الصينيه كان صغيره حطيته في الصاج. ده نص كيلو، وعلى فكره خد ربع كيلو كنافه بس، يعني نص كيلو جلاش من اللي هو عند الجماعه بتوع الكنافه والجلاش، مش من اللي هو اللي في الكرتونه، لا، عشان ده نص كيلو نص كيلو. وخد معايا ربع كيلو كنافه. بعد ما طلع بقى بالمنظر ده هتسقيه طبعا شرباتك بارد بس، وسبته يبرد. وبعد كده حطيته كده في الطبق وبالهنا والشفا. بوريكم بس مش عارفه التصوير عامل كده ليه، مش عارفه يبقى كويس ولا ايه. لا قوة الا بالله العلي العظيم. طلع بقى ما شاء الله. سلام حبايبي.